تصحيح الابصار معناه انك عايز تشيل نضارتك خالص. اولا احنا لازم نطمن على عينك ان ما فيهاش اي مشكله تانية هي اللي عامله ضعف النظر، ثم على حسب السن بنحدد نوع تصحيح النظر بالليزر اللي احنا محتاجينه. يعني مثلا لو احنا لسه قبل 40 سنه نقدر نعمل انواع مختلفه من الليزر زي الليزك، الفيمتو ليزك، فيمتو سمايل، الاصلاح السطحي بالليزر اللي بيتم من دون لمس القرنيه ترانس بي ار كي، او اس بي ليزك او اس بي كي ليزك. لو الضعف كتير نقدر نزرع عدسات داخل العين مع الحفاظ على عدسه عينك الطبيعيه، ودي اسمها عدسات الاي سي ال، العدسه اللاصقه الداخليه. انما لو عمرنا اكبر من 40 سنه ممكن نستغنى عن عدسه العين ونزرع عدسه جديده توفر لنا رؤيه افضل، سواء احاديه او طويله او متعدده البؤر عشان نقدر نشوف المسافات كلها. وكمان ممكن نستخدم عدسات توريك لو عايزين نصلح معاها الاستجماتيزم. لسه بعد 40 سنه نقدر نعمل كل عمليات تصحيح الابصار بالليزر لو القرنيه وباقي العين تسمح لنا بده.